أحد المتابعين الأحباء بيسألني سؤال، بيقول لي إيه أكتر 5 شخصيات نفسك تقعد معاهم وش لوش تاريخيين، يعني هم مش موجودين حاليا، ميتين كلهم، ولكن تاريخيا إيه أفضل 5 شخصيات تتمنى إنك تقابلهم وتتكلم معاهم وتتحاور معاهم؟ طبعا مش هتكلم عن الشخصيات الدينية، لأن أصلا بديهي جدا أقول لك الرسول والنبي والصحابة ماشي، بستبعد الجانب الديني عشان أنا عارف إن الإجابة طبعا ده حاجة لا خلاف عليها. بتكلم على الشخصيات التاريخية اللي عليها خلاف كلها. فأول شخصية أتمنى إن أقابلها بعد الشخصيات الدينية طبعا شخصية ليوناردو دافنشي. دافنشي شخصية عجيبة، إزاي هو بيجمع بين حاجتين متناقضتين أصلا: تشريح الجثث اللي هي ما بين قوسين القبح. شوف انت جثة ميتة بتشرحها كمان ان هي ميتة والدود بياكلها، وشخص ميت قدامك، حتى ملامح وشه قدامك كده تخوف ان هو واحد قبض روحه ومات وتوفاه الله. تشرح جثث وده رمز للقبح، وفي نفس الوقت ترسم لي لوح فنية عبقرية زي الموناليزا وغيرها اللي هي رمز للجمال والحنية والحلاوة والطعامة في الحياة. ازاي الكلام ده؟ ازاي تجمع بينهم متناقضتين؟ يعني اللي يبص على شخص بيشرح جثث، اللي بيبص على شخص بيشرح جثث يقول مستحيل جدا الشخص ده يطلع رسام موهوب او فنان موهوب، والعكس لو انت بصيت على شخص فنان وموهوب تقول عليه مستحيل يكون شخص زي ما بنسميه كده في مصر حنوتي. حنوتي اللي هو اللي بيغسل الجثث ويحطها في النعش وهكذا. ازاي؟ متعرفش. فلو قابلت وش لوش هسأل السؤال ده: ازاي انت يا ليوناردو دافنشي بتجمع بين حاجتين متناقضتين تماما؟ ده كده اول شخصيه، ليوناردو دافنشي. الشخصيه التانية شخصيه عجيبه جدا، شخصيه ألبرت اينشتاين العالم الالماني الفيزيائي اللي اثبت اللي اثبت بالتراث اللي هو سابه في علم الفيزياء ان الخيال اهم من المعرفه، زي ما هو قال في مقولاته الشهيره: الخيال اهم من المعرفه. هسأل السؤال ده، هقول له انت ازاي وصلت لقمة الخيال الواسع ده اللي خلاك بعد كده تتسيد العالم كله؟ بعد كده تبقى انت ألبرت اينشتاين. حتى يجي واحد في القرن ال21 مصري الجنسية يسمي اسمه على اسمك، على اسمه، يسمي اسمه على اسمك، محمد حسن شتاين. ليه؟ انت رغم خلفيتك اليهودية، رغم خلفيتك اليهودية، ولكنك محبوب من قبل ناس كتير جدا من أديان مختلفة بما فيهم المسلمين كمان. أنا بزعم كده، الله أعلم، ممكن بعض المسلمين بيكرهوه أو بيحبوش بسبب خلفيته اليهودية، ولكنه محبوب، هو من أحد الأشخاص اليهود القلائل المحبوبين. فأنا أسأل السؤال ده: أنت ليك، يعني أنت كشخص بيرسونا والدعاية والجانب الإعلامي أنت محبوب، ازاي حببت جيل كامل جه بعدك من مختلف الجنسيات والاعراق والدول، جه بعدك حببته في العلم وفي المعرفه وفي الفيزياء والكيمياء والعلوم الطبيعيه بشكل عام؟ بقيت ازاي انت ألبرت اينشتاين بقيت رمز للعبقريه، رغم انك انت مش من الاذكى، حتى مش من الاذكى التوب 10، مش من الاذكى 10 شخصيات في التاريخ، ولا حتى اذكى 100، ولا حتى اذكى 1000. يعني انت كان ذكائك 160 بس، في ناس بيعدوا بالمئات ذكائهم اعلى من كده بكتير، بيوصلوا ل 200، 210، 250، 300، ده نوادر طبعا، وهكذا. ده كان ألبرت أينشتاين. الشخصية التالتة، المرة دي ناخد بنت كده، بنت جميلة تتكلم 12 لغة ولا 10 لغات، عالمة في الفلسفة، عالمة في التاريخ، عالمة في أمور السياسة، جميلة، وجهة، جسم رشيق، بتتغذى أحسن تغذية. يعني بمعنى صح البنت دي لو كانت عايشة في القرن ال21 كانت زمانها، يعني عايز اقول لك ايه، هتبقى ايقونة، هتبقى افضل بنت. انا شايفها من وجهة نظري بعد الصحابيات
وزوجات الأنبياء وهكذا، طبعا نستبعدهم لأن دول مفيش كلام فيهم طبعا. بعديها على طول تيجي الشخصية دي، بس أنا طبعا مش بقرن من شخصيات، شخصيات الصحابيات والشخصيات الدينية والرموز الدينية، مش بقارنها بالشخصية دي، إن الشخصية دي عليها برضه جدال وخلاف أخلاقي، ولكنها لو عايشة في القرن 21 دي كانت هتبقى أفضل امرأة في التاريخ أصلا بعد الصحابيات طبعا. مين دي؟ كليوباترا السابعة. كليوباترا كليوباترا بتتكلم 10 لغات أو 11 لغة. كانت بنت جميلة جدا، هي مش بنت، هي سياسية وملكة يعني، الملكة كليوباترا. لكن أنا بكلمك على البعد الإنساني بتاعها. هي عندها آه، محنكة سياسيا لما عملت بقى يوليوس قيصر واتجوزته. قصة طويلة بتاعتها، قصة تاريخية موجودة، بس أنا بتكلم على البعد الإنساني. أنا لو قابلتها أقول لها إيه؟ لو أنا قابلت كليوباترا وش لوش هقول لها إيه؟ هقول لها أنا عارف إنك أنتي مش هترضي بالارتباط من شخص عادي جدا من عامة الشعب المصري اسمه محمد حسن شتاين، ولكن نصيحة أخوية، مش أخوية يعني، مش بعتبرها أخت، أنا بعتبرها يعني زوجة مستقبلية. نصيحة ليكي، أنا بقول لها كده، أنا عارف أنت مش هترضي إنك ترتبط بأحد العوام في الشعب المصري اللي هو محمد حسن شتاين، لكن أتمنى كلام مني ليكي من القلب للقلب، إنك لما تتجوزي اختاري واحد يكون بنفس كفاءتك، اختاري ملك من الملوك. وده فعلا فعلا اختارت يوليوس قيصر، اتجوزته في الاخر. بس انا بتكلم على واحده من شخصيه تاريخيه، عرفنا نجيب آلة الزمن ناخدها من الزمن بتاعها للزمن بتاعنا. كليوباترا لو كلمتها وش لوش كده هقول لها اختاري واحد يكون كفاءة عالية جدا تكافئ مستواك الاجتماعي. انا مش بحقر من نفسي ولا بعظم منها، ولكن الدنيا طبقات، الدنيا طبقة فوق طبقة فوق طبقة فوق طبقة، الدنيا دي سنة الحياة طبقات. طيب الشخصية اللي بعد كده نيكولا تسلا. تسلا آه المخترع الصربي، عبقري صراحة. هو اللي اخترع لنا القرن العشرين أصلا، كل اختراعات القرن العشرين مبنية فوق أساس اختراعات تسلا. وكان بينظر يعني، هو كان يقال إن هو عالم في المستقبليات، بس أنا مش متأكد من المعلومة دي. عالم في المستقبليات يعني عنده بيعرف يتنبأ بالمستقبل، وتنبأ بكذا حاجة حصلت في الواقع بعد كده. فكنت هسأله السؤال ده لو قابلته وش لوش، يا نيكولا تسلا، سؤال شخصي برضو ملوش علاقة بموضوع المستقبليات، ولكن انت يا تسلا، نيكولا تسلا العالم المخترع الصربي، انت ايه شعورك تجاه توماس اديسون، الشخص اللي خانك واللي اذلك بعد كده وبهدلك في حياتك وموتك فقير؟ ايه شعورك تجاه توماس اديسون اللي حاول يسرق منك الاضواء ويشتهر هو على حسابك؟ ده سؤالي نيكولا تسلا. اختم بالشخصيه الاخيره. هو انا كده قلت كام شخصيه؟ انا قلت مش عارف، واحد اتنين تلاته، انا قلت كده كليوباترا، تسلا، اينشتاين، مين تاني؟ والله نسيت. طيب انا كده رديت بالفيديو ده رديت على صديقي اللي سأل السؤال. لو قعدت مع 5 شخصيات تاريخية تتكلم معاهم ازاي، او تتمنى تقول لهم ايه؟ ده كان رد على صديقي. انا اسف على الاطاله جدا. كان معكم دكتور محمد حسن شتاين، اشوفكم في فيديوهات قادمه باذن الله، وسلام.